ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله عاملين اكله كده سريعه وخفيفه على المعده كمان. هنعمل النهارده ورقه لحمه بسيطه جدا جدا، وهتكون خفيفه ان شاء الله ومش هتاخد وقت كمان. زي ما انتوا شايفين كده دي اللحمه، واحنا هنبدا بقى ان شاء الله نعملها على طول كده في الطاسه. زي ما انتوا شايفين هحط معلقتين زبده كده محترمين. زي ما انتوا شايفين الزبده اصلا سايحه من الحر، فاحنا حطينا الزبده في المقلايه. وحطينا كمان عليها معلقتين زيت، وهنبدأ بقى ان احنا ندي للحمة صدمة زي ما انتوا شايفين كده. وهحط عليها فلفل اسود وانا بديها صدمة، بيبقى ريحتها حلوة قوي قوي. زي ما انتوا شايفين كده هنقلبها كده على الناحية التانية، والنار كمان تكون عالية علشان اللحمة ما تنزلش مية وتحتفظ بالسوائل بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده هي ما هتاخدش وقت خالص. هنعمل اللحمة كلها بالشكل ده، هنديها صدمة وهنرش عليها برضو الفلفل الاسود، بيديها طعم وريحة حلوة قوي. شايفين؟ وهنا بقى هنجهز الورقة بتاعتنا بتاعة اللحمة. احنا مقطعين بطاطس. بصراحة انا قعدت ادور على جزر، ما لقيتش الايام دي الجزر مش متوفر قوي، فانا عملتها بطاطس وبصل وقرن شطة اخضر. زي ما انتوا شايفين انا مقطعة البطاطس كده مكعبات صغيرة. طبعا انا حطيت الاول ورق الفويل وبعد كده ورقة الزبدة اللي هنحط عليها البطاطس، وهنا فصين توم كمان. وهقطع هنا كمان شطة زي ما انتوا شايفين كده، وهقطع عليها البصل. طبعا التوابل اللي انتوا حابين تحطوها حطوها. انا حطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت كمان 7 بهارات وطماطميتين كده زي ما انتوا شايفين. وهزود طبعا فلفل اسود، وادي الملح، وهنقلب كل ده مع بعضه. وانا كان نفسي احط معاها جزر، بس للاسف ما كانش عندي جزر فريش يعني. ودي اللحمه بتاعتنا بعد ما اديناها الصدمه هنحطها على البطاطس. وهحط انا الصوص اللي طلع من اللحمه كمان عليها، وهحط معلقتين زبده، وهقفل عليها زي ما انتوا شايفين كده، وهدخلها الفرن. طبعا هي بتاخد من ساعة لساعة ونص كده في الفرن، وبفتح عليها برضو ببص عليها وعشان نشوف اللحمة استوت كويس ولا لا. ما تنسوش بقى يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة. هي كده خلاص خلصت. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله طلعت تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله طلعت حلوة قوي. شايفين الحلاوة؟ ما شاء الله. وما خدتش مني وقت كمان، وكانت جميلة جدا.